السلام عليكم. اليوم راح اعلمكم كيف تحمي الفيسبوك تبعك او حساب الفيسبوك تبعك من الهاكر او من الاختراق او من اي شيء. واكتر طريقة اللي هي متفاعلة مع العالم كله، دي مع الرموز حسابات البنوك وهيك. هيدي الطريقة اللي موجودة على الفيس. هلا بندخل على الحساب تبعي. هيدا الحساب تبعي، ندخل على هيدا السهم اللي فوق، نضغط عليه، في موجود اعداد الحساب هون، نضغط على اعداد الحساب. لا ندخل هيدا اعدادات الحساب العامة، نتركها. اذا في هون مكتوب الهاتف المحمول ندخل عليه. اذا انت ما كاتب الهاتف تبعك او الرقم الهاتف تبعك، اذا مش كاتبه على الفيس، هون بتكتبوا بتكتبوا ادخال رقم. انا مدخل رقمي هلا، تشوفوا هلا مدخل رقمي هلا. بتكتب هون ادخال الرقم، وتكتب تفعيل المراسل النصية، وتشترك انت فيها على الهاتف تبعك. تاني خطوة شو بتعمل؟ ندخل على الامان فوق، تاني شي تدخل عليه هيدا الامان، اعدادات الامان. في هون اول شي بنضغط على التصفح الامن، نضغط عليه هلا. في مكتوب هون تصفح فيسبوك عبر اتصال آمن HTTPS عندما يكون ذلك ممكنا. نضغط عليه هون على المربع ونعطيه حفظ. هي أول خطوة لينا. هلا اتحفظت. ثاني شي إشعارات تسجيل الدخول، هيدا مكتوب فيه البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية لإشعار الدار. ما بنضغط على البريد الإلكتروني، لأن البريد الإلكتروني عندما تفتح النت تبعك، بس إذا على الهاتف بتعرفه، مشان بتعرف إذا حدا دخل على الحساب تبعك بتعرفه من التليفون تبعك من الهاتف. نضغط عليه ونعطيها حفظ. هيدا. في ثالث شيء مكتوب الموافقة على تسجيل الدخول، هون نضغط عليها. مكتوب مربع هون، ومكتوب اطلب مني ادخال رمز امان في كل مرة يحاول فيها جهاز او كمبيوتر لم يتم التعرف اليه للوصول الى حسابي. في جهاز ما يتعرف عليه الوصول الى حسابك، اذا في حدا دخل على حسابك بتوصل لك رسالة بان حدا دخل لحسابك، وبينبهك ومش بيخليه بيدخل. واذا دخلت من متصفح تاني، انا هلا داخل من فايرفوكس، بس اذا دخلت من متصفح تاني مثل الكروم او الاوبرا او فلوك او الاكسبلور او اي شيء، تضغط عليه هلا علامة الصح، بيطلع لك هيدي الاعلانات، تضغط عليها اعداد الان. هلا بيوصل لي رمز على التليفون تبعي. تسمعون الرمز؟ هلا بكتب الرمز اللي وصل على التليفون تبعي. هيدا 0 8 9 0 5 5. هلا هيدا الرمز اللي وصل لي على ومع العلم كل مرة بيتغير رمز عندك، كل مرة يتغير رمز، مش هيدا الرمز اللي اصلي، كل مرة يتغير عندك الرمز. تضغط عليه. هيدا اسم الجهاز، اي اسم اللي ببالك بتكتبه. مثلا هلا بكتب مثل ايفون. هلا هيك بتكتب ايفون، تعطيك تالي اي شي بتكتب انت الجهاز اللي عندك او اي جهاز اللي موجود عندك تكتبه هون التالي. هيدا بتطلع لك اعطيها كله التالي. متابعة تعطيها لتود اعداد المولد الرموز عندك، تعطيه متابعة. تنزيل التطبيق وتثبيته، هيدا اعطيك كله متابعة. انهاء الاعداد، هلا تنهي، هلا بتطلع لك هاي اغلاق. خلص هلا بيشتغل عندك.
هلا انا اشتغل عندي الحساب هيدا الامان، اشتغل عندي في الهاتف تبعي. هلا بطلع من الحساب تبعي وادخل من غير متصفح. هلا انا داخل من فايرفوكس، بدخل من غير متصفح، تسجيل خروج. انا طلعت خالص. هلا بدخل من الجروم او من اي متصفح اللي بدك. هيدا الايميل تبعي موجود، تكتب هون الباسورد، الرقم السري، هيدا الرمز السري بتكتبه. هلا بيطلع لك شو بيطلع لك؟ يطلع لك تسجيل تم تغيير معلومات هذا الحساب مؤخرا. انا غيرت المعلومات. تدخل كلمة السر مرة ثانية، تعطيه تسجيل دخول. هلا بيطلع لك اعداء ادخال رمز الامان. تشوفوا هيدا وصلتني رسالة هلا على التليفون تبعي مشان بدخل الكود هون، بدخل الكود هون وبيفتح عندي حسابي. هلا بكتب الكود اللي اجاني، الكود بيتغير كل مرة. هلا بدخل له 6 0 5 9. هلا انا كتبت الكود. شو بعمل؟ بدخل هون تقديم الرمز، اضغط على تقديم الرمز. هون بيطلع لي اسم الجهاز اللي كتبته انت، اسم الجهاز اللي كتبته قبل شوي اللي هونيك. شو كتبت انا؟ كتبت الايفون، اي فون كتبته. حفظ الجهاز. هلا من تعطي حفظ الجهاز بيدخل عندك. هلا انا دخلت على الحساب تبعي، شوف هيدا. هلا دخلت على الحساب تبعي انا. هلا خلصنا يعني، ويا ريت استفدتوا او تعلمتوا من هيدا الخاصية الموجودة هون. اشكركم يا رب، مع السلامة. واي شي بتحتاجوه نحن موجودين. يا ريت استفدتوا من هيدا المعلومات.